السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيت افتتح معاكم الفيديو بالمنظر الجميل دوت، المنظر اللي يفتح القلب دوت، نقل صلاة المغرب من بيت الله الحرام. المنظر جميل قوي، يا رب اكتبها لكل مشتاق، يا رب اكتبها لكل حد نفسه يروح يزور البيت اللي هو الحرام. شايفين جمال المنظر؟ تمام، ده كنا كده المغرب. وانا برضو يعني الفيديو دوت كانت عاملاه مصوراه العصر، يعني نفس اليوم بس الصبح. بس لما قعدت كده وانا بمنتج الفيديو لقيت المنظر شكله حلو قوي، اللهم بارك، عجبني جدا فقلت اصوره معاكم. شايفين الحلاوة؟ يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا. بصوا الفرخة دي فرخة 2 كيلو كده، 2 كيلو ونص. انا هعملها بس مش بتاعتنا، مش لينا، فمش هنشغل بالنا بيها خالص. خلينا مع الحلة التانية دي فشة أنا جبتها من عند الجزار وأنا جاية. تمام، وهحطها بقى تتسلق. أنا كنت عايزة أسلقها سليمة، بس لقيتها مش هتيجي، فهقطعها 4 تربع وهحطها تتسلق. لما توصل معايا للسلق المظبوط حاطة ايه في مية السلق؟ ليمون وملح بس، ليمون وملح عشان يدوني ريحة حلوة كده ويضيعوا منها أي روايح تكون فيها يعني من بتاعة الدبيح وكده. المهم هنا الفرخة اهيت، هحط لها بهاراتها وهسيبها بقى على جنب كده تستوي معايا، عشان دي مش بتاعتنا زي ما قلت لكم. دي انا بعملها يعني لحد تبعي وكده، فمش هوصف معاكم وصفة حتى. المهم بعد ما بهر الفراخ هسيبها تتسلق وهبقى اكملها على مهلي. النهارده اخش على وصفتنا الاساسيه اللي هي الفشه. تمام، بعد بقى ما اتسلقت معايا كده هبتدي ان انا اقطعها. وبصوا هتلاقوا تقطيعها سهل بعد ما سلقتيها، يعني انت لو هتقطعيها قبل ما تسلقيها تقطيعها مش هيكون سهل بالطريقه دي كده، انما بعد ما اتسلقت تقطيعها بقى سهل جدا وبعرف اقطعها بكل سهوله. وهنا بقى قلت اعمل الرز كمان كده بالمره جنب مني، عملت شويه رز بشعريه. وبصوا بقى النهارده وصفة جامدة 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 كده للفشة، بس خليكم معايا للآخر، تابعوني كده للآخر، الوصفة هتعجبكم أوي أوي أوي. شوية زيت بقى في حلة تانية كده ويلا بينا نكمل وصفتنا. بعد ما نزلت بشوية زيت بصلاية مبشورة في الكبة وهنزل بيها اهو زي ما انتوا شايفين، بصلاية كبيرة أو 2 وسط. تمام، أنا مش هعملها في صلصة يا جماعة. تمام، هنزل بعد كده بعد ما البصلاية دبلت معايا هنزل بالفشة بتاعتي اهوت بعد ما قطعتها. واللي هيقول لي ليه مقطعاها حجمها كبير كده، هقول لكم عشان مش هعملها في صلصه. تمام، هتفضلي بقى تقلبي فيها لحد ما تحسي ان هي ايه، برضو اخدت تشويحه معاكي كده حلوه بعد السلق. وتسمعي كده صوت الطشطشه، على رأي سمر تسمعي صوت الطشطشه. تمام، بعد ما بتخلصي تحسيها ان هي خلاص بقى كده ايه، اخدت تشويحه مظبوطه، انزلي بشويه من الصلصه الخفيفه. حتى انا هكمل دلوقتي ميه. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين كده، اديها تقليبة وانزلي كمان بشوية مية خفيها خالص. انا عايزة الصوص بتاعها خفيف مش تقيل، انا مش بعملها في صلصة ولا بسبكها. تمام، اهو خفي كده. وبعد كده حطي بقى البهارات اللي تحبيها، بس الاساسي ملح وفلفل وسبع بهار. سيبيها بقى تتسبك كده وتاخد وتدي مع نفسها، وهي مش هتتقل لان انتي خفاها على قد ما تقدري خفيها. تمام، وبعد كده هو تأديها تقليبة وغطي عليها وسيبيها بقى تتسبك بعد ما زي ما قلت لك تحط لها بهاراتها. المهم كنت عايزه ارحب بالناس شرفتني جديد في القناه، وجودكم على راسي من فوق، شرفتوني ونورتوني. حطي لي لايك وسيبي لي كومنت حلو عشان اخش ارحب بيكي كده وتبقي من عيلتنا اللي لسه صغيره، وان شاء الله هنوصل ل100,000 بيكم. وكنت عايزه الفيديو ده بقى يوصل ل100 لايك كده عشان احس ان في حماس وفي تشجيع. تمام، هغطيها بقى واسيبها تتسبك، وهبص على الرز كمان اهوت زي ما انتم شايفين. خلاص كان برضو داخل على السوا معايا. وبصوا بقى حاجة كده ايه تحفة. بعد بقى ما اتسبكت معايا او استوت في الصلصة، نشيليها بقى كده. وتعالي بقى هنعمل فيها تركاية هتخلي اللي ما بياكلش عندك في البيت الكرشة والفشة هياكلهم. التركاية ديت هتخليها طعمها احلى، هيحبوها اكتر. تنفع سندوتشات، تنفع تتاكل برز، تنفع تتاكل بكذا طريقة. شوية طاسة فيها شوية زيت على النار وانزلي بالفشة اللي احنا طلعناها من الصلصة او من الصوص الاحمر، عشان دي مش صلصه، الصلصه بتبقى تقيله. دي كده زي نظام ايه، الشوربه كده. اهو بقى زي ما انتم شايفين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. قلبيها كده بقى ودحرجيها في الطاسه وخليها تاخد اللون الذهبي، عايزه تغميها شويه يكون احسن، وهتبقى معاكي تحفه. عصرة ليمون وشوية كمون وهي في الزيت كده،
وبعد كده طلعيها وابتدي قدميها احلى اكله ممكن تاكليها. وكمان سبت بصوا بقى الصوص اللي احنا عملناه يعتبر شوربه اهوت، والمتحمر موجود، واللي عايز مسلوق موجود، والرز موجود، وعصرة ليمونة على المتحمر دوت تحفة. جربي الفشة المتحمرة، حاجة مفيش بعد كده، اللي مش بياكلها عندك هياكلها، واللي هياكلها من ايدك هيقولك عاملاها ازاي. تحفة قوي، جميلة قوي، طريقتها حلوة قوي. يا سلام بقى لو سندوتشات بجرجير كده حاجة وهم. تمام. ولو سبتيها كده برضو حاجة وهم. يا رب يكون الفيديو يعجبكم، ويا رب يكون خفيف على قلبكم. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. خشي خدي لفة في قناتنا هتعجبك قوي 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 قوي. اشتركي من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وسيبي لي لايك وسيبي لي كومنت عشان اخش ارحب بيكي في قناتنا الجديدة. ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.